السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طريقة حلوة جدا للبطاطا، سهلة وسريعة ومش مكلفة وطعمها جنان. تمام. عندي هنا اول حاجة ده جوز هند مبشور، تمام، بشر خشن، دي حاجة ترجع لكم. عايزينه من اللي هو الجوز الهند الابيض خالص الناعم، البشر الناعم ده مفيش مشكلة خالص. وسكر، تمام. وهنا ده البطاطا بتاعتي، قشرتها وقطعتها وغسلتها كويس، تمام، ومقطعها يعني قطعناها كده حلقات، تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هناخد رشة سكر كده في الصينية من تحت، يعني حبة حلوين كده من تحت، وحبة من جوز الهند، تمام. وهبدأ ارص البطاطا كده، معلش بقى. بصوا، ممكن تعملوها بالبطاطا اللي هي التخينه قوي، بس انا عن نفسي ما بحبش التخينه قوي دي، يعني بحس ان هي مش بتطيب بسرعه، فانا بحب البطاطا الوسط دي، بتبقى حلوه يعني، سهله في تقطيعها وسهله في طيبانها وكل حاجه. نحاول نلزقها كده ببعضها، ونحاول نخلي الصغير من تحت، تمام. كده هاخد منها كده رشة سكر تاني، يعني كل طبقة هنحط عليها رشة سكر ورشة جوز هند، تمام، لحد الطبقة الأخيرة. مش هنحط الحاجات دي، هنسقيها باللبن وبعدين نرجع نحطهم عشان اللبن ما ياخدهمش وينزل. مش عايزة اقول لكم بتبقى طعمها حلوة جدا جدا جدا. مش هنسلق بقى ونهرس والكلام ده، لا، هي طريقة سهلة جدا وحلوة جدا، ان شاء الله تعجبكم. تمام. نيجي بقى ايه للطبقة التانية، وعلى فكرة ممكن تزودوا كمان زبيب، بس يعني احنا هنا مش بنحب الزبيب، ف استغنينا عنه. انتوا ممكن تزودوه عادي. بصوا، انا بحاول بقى يعني على قد ما اقدر املى الفراغات علشان ايه تبقى طبقة، يعني اقفل الطبقة خالص. في حاجات صغيرة كده بخليها دي اقفل بيها الطبقات، زي كده مثلا، دي صغنونة نحطها في حتة من الفراغات كده.
تمام. مش بتاخد وقت خالص خالص، لا في تجهيزها ولا في طيبانها ولا حاجة ابدا. وبالعكس بقى بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، وبتبقى منزله صوص كده طعمه رهيب بجد، يعني تحفه. طبعا انتوا بتشوفوا كمية السكر بتتخض طبعا. اولا عشان السكر غالي، ثانيا علشان بتقولوا هتبقى محلية جدا، هي فعلا هتبقى محلية جدا. بس مش عايزة اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي، رهيبة رهيبة، تحفة بجد. بتملوا الصينية كده على اخرها عادي، مفيش مشكلة، لان البطاطا بتخس، بتنزل مية وبتخس. وعلى فكرة دي مش بتتقلب، يعني دي بتسيبوها زي ما هي كده، هي بتستوي مع نفسها. دي الطبقة الأخيرة معايا. تمام. انا ما حبيتش افصل واجيب لكم الفيديو على الطبقة الأخيرة، لان اساسا الفيديو مش طويل، احنا كل حاجة معانا جاهزة. تمام كده. كده هنحط الطبقة الأخيرة، بس الأول قبل الطبقة الأخيرة شوف أنا كنت هنسى اللبن. ماشي، أنا معايا لبن هنا مغلي. تمام. اللبن ده كيلو أو كيلو إلا، يعني انتوا براحتكم بقى، انتوا عايزين كيلو، عايزين على حسب كمية البطاطا اللي هتحطوها. هنحط هنا رشة فانيليا كده. تمام. نقلبها كويس. اللبن مش محلي طبعا، يعني احنا مش محليينه لان هي فيها سكر بما فيه الكفاية. نسقي كده. بصوا الوش بقى لما بينزل على على البطاطا، القشطة بتاعت اللبن دي مش عايزة اقول لكم بتبقى يعني مخلية البطاطا طعمها عامل ازاي، وشكلها كمان.
دي كده بقى القشطة بتاعة اللبن على الوش كده، نفردها كويس. لا مش تنزلش لتحت، للأسف نزلت لتحت. الوصفة مش عايزة اقول لكم تحفة والله العظيم، فعلا طعمها بيبقى حلو جدا جدا جدا. تمام. طيب هنحط بقى الوش الاخير. عايزه اقول لكم جوز الهند ده مع اللبن مع السكر بيبقى ريحته قلب الدنيا. السكر بقى كده الصينيه جاهزه، هندخلها الفرن ونشوفها مع بعض بعد ما تخلص. هتعجبكم جدا ان شاء الله. وده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. شايفين؟ مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، الريحه قلب الدنيا بصراحه. الفانيليا مع جوز الهند مع اللبن، يعني حكايه. بصوا بقى عايزين ايه، هنقطع منها نطلعها. بس هي سخنه. بسم الله. شايفين الصوص ده؟ شايفين الصوص ده؟ تحفه تحفه تحفه، طعمه جنين بصراحه. بصوا ريحتها حكايه وطعمها مش عايزه اقول لكم عامل ازاي والله، وريحتها قلب الدنيا. بصوا، ايه رايكم يا جماعه؟ يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، ومتنسوش اللايك. يا ريت متنسوش اللايك عشان الفيديو يترفع، ويا ريت تعملوا نسخ للرابط وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.